في يوم من الأيام قررت ياسمين أن تدعو أصدقائها إلى حفل مبيت. دعت كل أصدقائها حتى هدوء الذي لا يتكلم كثيرا. وهناك معلومة إضافية: هدوء هو صديق المقرب لياسمين. دعت حتى سكراتش. ذهبت المجموعة إلى المنزل ياسمين وأقاموا أفضل حفلة بارتي بيجامات. كان سكراتش يتصرف بطريقة غريبة. كان هدوء مستغربا جدا من سكراتش وتصرفاته. ذهب سكراتش إلى الحمام، ولكن فجأة انقطعت الكهرباء. وظهر سكراتش لكنه لم يكن عاديا. بدأ بالهجوم على أصدقائه. هدوء وياسمين وصخر بدأوا بالهروب من سكراتش، وسكراتش يلاحقهم حتى ذهبوا إلى غرفة ياسمين وأغلقوا الباب لكي لا يدخل سكراتش. هدوء خرج لكي يطمئن على الوضع، لكن فجأة سكراتش هجم عليه. ياسمين وصخر حاول إنقاذ هدوء لكنهما لم يستطيعا. فجأة يأتي آسر والد ياسمين وينقذ هدوء من سكراتش ويتصل بالمستشفى لكي يأخذوا سكراتش، وتنتهي القصة مع أسئلة كثيرة.